السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كافة محبي ومتابعي قناة تربية الحيوانات، اليوم نتواصل وياكم بمقطع ثاني من نفس المحمية من مدينة بعقوبة، ومن خلال هذه المحمية اللي تختص بتربية النعام. مثل ما ذكرنا لكم انه تربية النعام مشروع ناجح وكثر عندنا بالعراق، ومثل ما تشوفون من فضل الله هواي شباب قدروا يطورون نفسهم وقدروا يشتركون مع بعض، وقدروا يفكرون ويوفرون مكان ولو كان مكان صغير، بس قدر انه يستغل مكانات عندهم موجودة، او مكان قدر انه يوفره حتى شنو يبدي بداية صحيحة المشروع. وخصوصا هاي المشاريع اللي تخص تربية الحيوانات مثل النعام او الدجاج او البط او الاغنام او الابقار، كل المشاريع. المهم انت تكون عندك عزيمة ويكون عندك اصرار. فاحنا من خلال هذا المشروع محمية احد الاصدقاء اللي تختص بتربية الحيوانات، ومثل ما ذكر لنا صاحب هذا المحمية انه عنده غزلان وعنده اغنام ما مربي، بس هو حاب يتواصل ويانا ووثق لنا انه تربية النعام تربية سهلة، وممكن اي شخص يقدر يربي النعام واي مكان. فالاهم شيء انه كنت عندك جرأة وتدخل بيش مشاريع. مثل ما تشوفون هذه المحمية عبارة عن تختص بتفقيس بيض النعام. الولد قدر انه يوفر نعام كبار وينتج البيض، وعنده فقاسات وعنده احجام واسعار مختلفة. المقطع السابق انه هواي متابعين قالوا اتصلنا والاسعار كانت غالية، والولد رجع وثق لنا وقال عندك 3 احجام واسعار تتراوح. اول حجيم الزوج ب160,000، الحجم الثاني الزوج ب180,000، والحجم الثالث اللي هو الحجم الاكبر يكون سعره ب200,000 من غير خدمة التوصيل. قدر هذا الشاب انه يجتهد بهذا المجال وهاي التربية، وطور نفسه هماته وتواصل مع احد الاطباء البيطريين، والحمد لله انه يوثق صحة صحة النعام جيدة، ولقاحات كاملة ماخذها وعلاجات. ومثل ما تشوفون بالفيديو الصحة الحمد لله والشكر جيدة جدا. طموح هذا الشاب انه يطور نفسه الاكثر واكثر، ويفكر انه ياخذ له مزرعة اكبر من هذا المكان، حتى شني يقدر يطور نفسه ويوسع مشاريعه، ويكون عنده ارباح اضعاف الارباح اللي هسه تدر عليه. نتمنى له الموفقية ان شاء الله، وندعو له بالتوفيق والرزق الحلال. الغاية من هذا المنشور اخوان انه انت ممكن تسوي اي مشروع، تبدي مشروع صغير بعدين تطور نفسك. ما نريد نظل احنا انه ننتظر امور ثانوية او ندخل بمشروع ونفشل وخلص انتهت واستسلمنا. الله يوفق هذا الشاب من مدينة بعقوبة، قدر انه يعبر هواي صعاب ويتحدى هواي صعاب حتى يقدر انه يوفر له فرصة عمل. ومثل ما تعرفون هواي شباب حملت شهادات ما قدروا يوفرون فرصة عمل. فهيك مشروع وهيك خطط تقدر تطور نفسك وتقدر تدخل بمشروع، وانت حر نفسك انه انت شو وقت ما تحب تطلع شو وقت ما تحب تجي. فهاي المشاريع حلوة ومنتجة ومربحة، فانا اشجعكم انه انتو تدخلون بهيك مشاريع. وتربية النعام شيء سهل. النعام عنده جهاز المناعة قوي ويتحمل. انت اهم شيء يكون متابعة وياه ونوع العلف، وتتواصل وياه حتى يصير من يكبر يصير
أليف الحيوان، مثل ما تشوفون الولد شلون عنده ألفية وياهن ويتعامل وياهن ومتواصل وياهن على طول الأوقات. فلذلك نشوف الحيوانات مرتاحة ومستقرة وصحتها جيدة. إن شاء الله اللي يحب يتواصل ويا هذا الولد، نفس الفيديو نفس الرقم تليفون بالمقطع السابق موجود. يعني حاليا أنا ما أتذكر الرقم، بس المقطع الفيديو السابق موجود رقمه وتتواصلون وياه وما راح يقصر. نتمنى لكم موفقية وشكرا جزيلا.